لا تشحن ايفونك أكثر عن مرة في اليوم. استغرب من اللي يشحن ايفونه اكثر عن مرة في اليوم، في البعض يشحن 3 أو 4 مرات. شوف، اذا انت حالة بطاريتك زينة فوق 80%، فبس تحتاج تشحن من مرة لمرة ونص بالكثير في اليوم كله. بس يمكن تقول لي لا احمد، انا بطاريتي ما فيها شيء وقاعد اشحن 3 مرات في اليوم. شوف، في مشكلة بس مش في البطارية، لا، في الاعدادات عندك. انت مشغل كل الاعدادات، والاعدادات هذه انت ممكن ما تحتاجها وشغالة في الخلفية وتستهلك من طاقة البطارية. فأنا أبى أضبط لك الإعدادات هذه، ممكن تبنتها ما في أي مشكلة، وما بتأثر على أداء الجهاز ولا بتأثر على المميزات اللي أنت تستخدمها. بس في المقابل الشحن بيقعد وياك لفترة طويلة، وإن شاء الله بيسدك يوم كامل، ولا حتى البطارية عمرها بيكون أطول. شو الإعدادات هذه؟ أباك تركز وياي الحين وتدخل عندك على الإعدادات. انزل شوي تحت وادخل على شاشة العرض والإضاءة وخلي المظهر داكن. انزل شوي بعدها وطف ميزة رفع للتنبيه، وادخل على تشغيل الشاشة دوما وطف الميزة بعد. والحين ارجع للخلف وسير فوق صوب البطارية، بعدها الشحن وخل حد الشحن 80%. ارجع للخلف وادخل على نمط الطاقة وفعل طاقة تكيفية. بعدها ارجع للخلف وادخل على عام، بعدها البث السريع والاستمرار. هني قفل كل الخيارات في حال انه ما كان عندك هوم بوت. الحين ارجع للخلف وادخل على تحديث التطبيقات في الخلفية، وبند اي تطبيق تشوفه مش مهم يتحدث في الخلفية. وايد مهم انك تبند التطبيقات من هني، اي تطبيق مش مهم. بعدها ارجع للخلف وادخل على البحث وقفل عندك مساعد ابل في تحسين البحث. نرجع للخلف وندخل على الاشعارات. هني بتحصل كل تطبيقاتك، اي تطبيق ايضا تشوفه مش مهم يرسل لك اشعارات، طفي الاشعارات عنه. والحين نرجع بعد للخلف وندخل على الاصوات والحس اللمسي. انزل شوي تحت صوب استجابة لوحة المفاتيح. هني بتحصل الصوت والحس اللمسي. اذا كان الصوت في الكيبورد مش مهم فممكن تطفي الميزة، وايضا الحس اللمسي لو كان مش مهم فانصحك تطفي الميزة، لانك بتوفر في طاقة البطارية بشكل جدا كبير. واخر شيء صدقني، لو طبقت الكلام اللي قلته بالحرف الواحد الشحن بيفرق وياك وممكن يقعد ليوم كامل.